غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين في هذه من الحلقة قبلكم سآخذك ويتوب إلى غار عليكم حرائك. أنا والله نور عليم وأنت تستمعين إلى حكيم. بودكاست رحلة أنثى. والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم. جماعة هنعمل انبوكسنج لاكتر حاجة بجد بحس ان انا برتاح نفسيا لما اجيبها. كتب، بحب اشتري كتب جدا. بصوا ده شفته بقالي كده يومين على في الريلز وكده، وفي ناس بتقول ان هو حلو فجبته. قلق السعي الى المكانة، الشعور بالرضا. عايزة اوريكم الفهرس بتاعه. مبسوطة جدا بصراحة بيه، وجبت الفواصل دي معايا. 2,000 years يا later. جماعة وحشتوني من اخر فلوج جدا 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 بجد. يا جماعة محتاجة اعمل فيديو كده واقعد افضفض. النهاردة الفلوج بجد هتلاقوه كله طاقة ايجابية كده من الاول. مش حابة اكون في ضغط الامتحانات قوي يا جماعة، لان انا انسانة بتتوتر. والنهاردة كان عندنا امتحان غير مضاف للمجموع عادي، وخلاص باقي 5 ايام على امتحاناتي. فالجو بجد تحسي الجو كده اللي هو خلاص ده امتحان الاخرة، فانا لا بجد. فحاولت النهاردة اخلي كده اليوم يبقى لطيف وخفيف، واعمل حاجات بحبها. اشتريت كتاب زي ما انتم شفتوا. بجد يا جماعه انا متحمسه جدا الاجازه تيجي عشان اقراه. وكمان جددت الايس كوفي بتاعي، لاني انا عملت ايس كوفي الصبح وشربته ونمت، لاني ما كنتش نمت كويس والامتحان كان الصبح وجيت. المهم صحيت صليت العصر وروقت بقى اوضتي واتغديت وعملت ما عملت الايس كوفي وجهزت حاجتي. في المغرب اتدنت فصليتها وجيت لكم على طول. النهارده بقى بجد محتاجين نلم الانجليش، لاني بقالي كده 3 ايام بتمرقع بجد ما بعملش اي حاجه. اللي هو براجع كده عشان عندي درس، مش بعمل اي حاجه بجد. فالنهارده بقى هنقعد شويه كده نلم الانجليش. هقول لكم بقى هلمه ازاي وكل حاجه. هو هديكوا يعني تو اوبشنز. الاوبشن الاول واللي هو مستر عبد الله الشافعي، بس ده منصه كان عامل كده كورس شامل 100 جنيه، ملخصات وبيشرح ويحل وكده. انا عجبني قوي اللي هو الجزء بتاع الجرامر، لان هو عامل له بوستر كده. هو كمان يا جماعه منزله في جروب التليجرام بتاعه مجاني عادي. البوستر ورقتين كده ملخص الجرامر وكده. انا مذاكره من جرامر يونت 1 لحد يونت 4. 5 و 6 ذاكرتهم كده فاهمين، مش مذاكره بجد. فعايزه النهارده اول جزء اخلص الجرامر منه، ومنزل فيديو ساعتين شرح الجرامر. طب انتوا لو مفيش وقت تحجزوا منصه ومش عايزين تحجزوا منصه، عندكم مستر سامح الامير منزل فيديو برضو يعني ما يقارب 3 ساعات بس شرح وحل على الجرامر عام وازهر. مستر سامح الامير بجد طب الطب بسم الله ما شاء الله عليه. فبرضو ممكن تسمعوه عادي، ممكن تسمعوا مستر سامح الامير على اليوتيوب. حلو قوي، عامل فيديو ما يقارب 3 ساعات زي ما قلت لكم. تمام، هنخلص بقى كده الايه الجرامر وكده. هندخل على الكلمات. الكلمات انا كنت بذاكرها من الملخص، بس اكتشفت ان الكلمات ما تتذاكرش غير من الكتاب. فاحنا بقى هنعمل ايه؟ هنمسك يونت نمر على الكلمات كده، نعمل لهم ريفيجن سريع، ولو في حاجه مش حافظينها نحفظها، وفي حاجه كلمه تقيله علينا نجيب ورقه خارجيه ونجمع كل الكلمات التقيله. نحاول نجمع كل النوتس والحاجات في ورقه ليله الامتحان. هنظبط كل حاجه باذن الله باذن الله النهارده، لان بجد يعني الانجليش ده كنت المفروض اقسمه على يومين او على 3 كمان. بس انا عملت ايه؟ انا زنقت نفسي واليومين اللي فاتوا ضيعتهم، فالنهارده مضطره اخلصهم. فعملت كوبايه الايس كوفي يا جماعه، وبجد احلى من بتاعه الصبح خالص. بجد طعمها حلو جدا. ومفروض بقى نقعد دلوقتي بقى نبدا. يلا وكلكم تبداوا اعملوا التو ليست بتاعتكم وخلصوا حاجات كتير. وانا يا جماعه بجد متحمسه جدا للفلوج ده. حاسه ان انا فرحانه اني بدات اصور تاني. فبجد حاسه نفسي فرحانه كده. وهسيب لكم اللينك بتاع التيك توك بتاعي
بنزل لكم برضو فيه صور وحاجات محفزه جدا، غير التاني، لان التاني بجد اتقفل ونسيت الباسورد، فهسيبه لكم برضو في الديسكريبشن بوكس. ويلا بينا نبدا. 2000 years later. خلصت جرامر يونت 3 و 4، سبت 1 و 2 دلوقتي في الاخر، علشان في البدايه كده بتكون طاقتنا يعني كتير، فنخلص الحاجات التقيله. 1 و 2 سهلين جدا، يعني كنا واخدينهم في تالتة اعدادي وتانية اعدادي وكده، فيتلموا عادي. فخلصت 3 و 4. لسه ما ذاكرتهمش المذاكره، يعني سمعت المحاضره الجزء بتاع 3 و 4، وكتبت النوتس بتاعتي في ظهر ال البوستر ده، وعلمت على الحاجات والاجابات وخلاص. هخلص بقى 5 و 6 برضو بنفس الطريقه، وبعد كده بقى آه، المهم بقى على بعض واقعد اشرحهم لنفسي وكده، وفي الاخر ناخد 1 و 2. حاسه الموضوع تقيل، ايوه، بس ان شاء الله خير وهيتلموا يعني. وبجد انا اللي عملت في نفسي كده وضغطت نفسي، بس مش مهم. المهم نخلصهم، يعني دي بجد احسن طريقه. تاخدوا 2 يونتس وتريحوا شويه، بعد كده تاخدوا 2 كمان وتريحوا 2 كمان، وبعد كده تلمهم على بعض. دي الطريقه اللي بذاكر بيها الجرامر ليالي الامتحانات والمراجعات وكده. معرفش ايه علاقة ده بالموضوع، بس انا جبت كوكيز. بجد يا جماعة الكوكيز النوع ده بحبها جدا بجد. لو تعرفوا انها مقاطعة ولا لا قولولي، عشان معرفش، بس بصراحة بحبها قوي. عملت الجرامر كسماع، كنسمعه ونكتب الملاحظات. باقي دلوقتي اني نحفظه. في مدرس كمان اسمه مستر مؤمن فريد، من منصة هنذاكر اونلاين، بجد حلو قوي. كنت سامعاه الترم الاول، كان بجد حلو جدا وكان بيلم الدنيا معايا. الحمد لله يا جماعة كده خلصت الجرامر، والنهاردة مش هاخد الفوكاب. حسيت ان لا الجرامر تقيل، فالحمد لله خلصته. وهنا كنت بذاكر ديجيتال على التابلت، لان البوستر بجد يعني حسيت عيني اخر فترة يعني وجعتني شوية، فعشان اوسعه لان الخط بتاعه صغير، فبرضه كتبت النوتس كده بالقلم وخلصت كده الجرامر. وكده خلاص ممكن اقرأ شوية في الكتاب، بعد كده انام. بس عامة كده خلاص خلصت الحاجة اللي انا عايزة اخلصها النهاردة. المفروض كنت اخد جزء كمان، بس بجد تعبت.